هل جوجل مات؟ وهل البحث كله بقى على الاي اي؟ في الفترة الأخيرة السؤال ده بيتكرر بشكل كبير جدا، لكن خلينا نبدأ برقم مهم. جوجل بيحصل عليه 16 مليار عملية بحث يوميا، وما زال يملك أكثر من 90% من الماركت شير بتاع محركات البحث. وفي أسواق زي مصر والسعودية الحصة بتتجاوز ال 96%. يعني ببساطة والقاعدة الأساسية، جوجل ما ماتش، لكن شكل البحث نفسه اتغير. زمان كانت رحلة البحث بسيطة، بتسأل سؤال في جوجل تظهر لك رابط تدخل تقرأ شوية وتاخد قرارك. لكن دلوقتي الموضوع بقى مختلف شوية، ممكن تكتشف الفكرة من تيك توك ريل، أو ريل على اليوتيوب أو على الفيسبوك. بعدها ممكن تسأل الاي اي يشرح لك الموضوع بسرعة. بعدها تشوف مراجعات سواء على اليوتيوب أو تراست بايلوت أو غيره. وبعدها ترجع لجوجل تعمل مقارنات جدية وبعدها تشتري. يعني احنا ما بقيناش في عصر سيرش انجن واحد، احنا بقينا في عصر سيرش ايكو سيستم كامل. كثير من الناس بتصور الموضوع كأنه صراع بين جوجل والاي اي، لكن الواقع مختلف. جوجل نفسه بدأ يدمج الاي اي داخل البحث زي جيميناي، اي اي اوفر فيو، الاي اي مود. وفي نفس الوقت أنظمة الاي اي نفسها بتعتمد على محتوى الويب المفهرس اللي جوجل بيحتل جزء كبير منه. فالعلاقة بينهم مش صراع، وإنما تكامل ومنافسة. النقطة الأهم هو إن التغيير الحقيقي مش إن ال AI بيستبدل جوجل، التغيير الحقيقي إن البحث بقى مالتي بلاتفورمز. يعني السؤال ما بقاش إزاي أتصدر في جوجل، السؤال بقى إزاي أبقى ظاهر في منظومة البحث كلها اللي من ضمنها جوجل، مش اللي بيستحوذ عليها جوجل بشكل حصري. الخلاصة، جوجل ما ماتش، لكن ما بقاش البوابة الوحيدة للبحث. والاي اي مش البديل للبحث، هو جزء من منظومه البحث الجديده. واللي هيفهم ازاي الناس تبحث دلوقتي وازاي يساتسفاي الانتنس بتاعتهم هو اللي يقدر يكسب في المرحله الجايه. ولو عايز تعرف تفاصيل اكتر عن اللي قلناه هنا، تقدر تشوف الفيديو الكبير على القناه. واشوفكم في ريل جديد ان شاء الله. مع السلامه.